الدوناتس من الوصفات اللي لازم تتاكل صبحة، ما ينفعش يتاكل بايت خالص. في الفيديو ده هنعمل العجينة الأصلية للدوناتس بطريقة سهلة وبسيطة، وهيطلع ناجح معاكي من أول مرة وبمقادير مظبوطة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو. معايا في البولة بتاعتي اللي أنا هعجن فيها ربع كوباية من المية الدافية، وعليها ربع كوباية من اللبن يكون دافي برضو. بحط عليهم معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة كده مليانة، وعليها معلقتين صغيرين من السكر. بحط بقى بيضاية كاملة في الوصفة ديت، بستخدم بيضة كاملة ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. بضرب المكونات دي مع بعض كويس كده لحد لما يمتزجوا مع بعض، وبضيف عليهم كوباية من الدقيق. المقادير دي انا هستخدم في الوصفة كلها كوبايتين ونص من الدقيق، بس هنا انا هضيف كوباية واحدة بس واعجن، وبسيبها تخمر لحد نص ساعة. شايفين القوام معايا بيكون عامل ازاي؟ انا بضيف كوباية واحدة من الدقيق، اسيبها بقى في مكان دافي كده نص ساعه تخمر. بعد ما تخمر معايا اضيف بقيه المكونات، معلقه كبيره من اللبن البودره والكوبايه ونص الدقيق اللي فاضلين، واعجن كويس قوي كده اهوت لحد لما العجينه تتماسك معايا وما يبقاش فيه اي سوائل خالص. لما العجينه بتتماسك معايا بضيف معلقتين كبار من السمنه، ممكن تضيفي معلقتين من الزبده عادي، انا كان متاح عندي السمنه. اعجن بقى كويس خالص لحد لما العجينه تلم مع بعضها، بتتكون معايا عجينه ما بتلزقش وفي نفس الوقت ناعمه جدا وطريه جدا جدا، لكن ما فيهاش اي تلزيق. بسيبها تخمر لمده نص ساعه، ودي تاني مرحله معايا في التخمير. برش بقى على المكان اللي انا هفرد عليه العجينه رشه كويسه كده من الدقيق، وابدا افرد العجينه بتاعتي. افردها كويس كده اهوت واغطيها كده بطبقه من الدقيق علشان تبقى سهله عليا في الفرد. شايفين العجينه معايا خمرانه وطريه جدا جدا جدا. بقطعها بقى باي قطاعه متاحه عندي. انا استخدمت كوبايه مج الشاي اللي هو موجود في كل بيت، لان انا بعمل الميني دوناتس، انا عايزه الحجم الصغير. لو عايزه الحجم الكبير بتقطعي بقطعه اكبر شويه. وباي قمعه بقى بفرغ الدونات من النص. شايفين السمك بتاعه بيكون سميك شويه. بسيبه بقى على ورق زبده لحد لما يخمر نص ساعه، ودي تالت مرحله في التخمير. الدوناتسية ما بتبصمش في الايد، وسهله ان انت تمسكيها من غير ورقه زبده. في زيت سخن على النار، ما يكونش سخن قوي، بضيف قطع الدوناتس بتاعتي. اهم حاجه ان انا استخدم نوع زيت يكون نظيف وملهوش ريحه. ببدا بقى ان انا احط الدوناتس بتاعتي تتقلى. مش بملى القلايه بتاعتي قوي او الطاسه عشان اقدر ان انا اتحكم فيها واقلبها لحد بقى لما ياخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. ما بيغيبش خالص على النار. اول ما بتلاقيه غير لون من تحت بتبداي ان انت تقلبيه، وهكذا لحد لما تخلصي الكميه كلها. بيطلع معايا مقرمش جدا من بره وهش جدا من جوه. هوريه لكم في اخر الفيديو. شايفين الدوناتسية باينه جدا انها مقرمشه من بره وطريه من جوه. اهم حاجه ان احنا نتبع خطوات التخمير علشان يطلع معانا بالنتيجه الحلوه دي. بطلعه بقى على مناديل مطبخ عادية خالص، هو ما بيشربش زيت نهائي. بعد كده ببدأ ان انا ازينه بالمتاح عندي. شايفين الدوناتسية خطيرة خطيرة خطيرة، مقرمشة من بره وهش جدا من جوه، وتقدري تعمليه مقفول لو انتي بتحبي الدوناتس المقفول. بسيح بقى شوكولاته على حمام ميه دافيه، ولو عايزه تخففيها بضيف عليها معلقتين من الزيت يكون ملوش ريحه برضو. وببدا ان انا ازين بقى الدونس بتاعي بالشوكولاته، او المربى شوكولاته غامقه او شوكولاته بيضاء. الدونس بتاعي هش جدا جدا وطري جدا، وشايفين مسام العجينه بتاعتي من جوه. اهم حاجه ان احنا نتبع خطوات التخمير عشان نوصل للنتيجه دي. الف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتم لهنا شكرا انكم بتتابعوني للاخر.